السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في قناة مطبخ هبة المرابط. كنتمنى تكونوا كاملين في أحسن الأحوال. الاقتراح ديال اليوم وحدة من أروع حلويات دوازاتاي بمذاق القهوة اللي كتجي فتية تذوب في الفم وبمقادير اقتصادية وكتعطي كمية وفيرة. إذا نزوزو بسم الله على بركة الله المقادير والطريقة. في المقادير احتاجيت 125 غرام ديال الزبدة، استعملت الزبدة ديال العلبة تكون بدرجة حرارة المطبخ. ضفت عليها كاس ديال السكر سنيدة أو سكر حبيبات و3 ديال البيضات كاملين. كنتندمج هاد العناصر مع بعض مزيان على هاد الشكل هذا حتى كنحصل على خليط متجانس، ومن بعد ضفت كاس ديال الزيت النباتية العبار هنا بكاس العنبة، وكندمج الزيت مع باقي العناصر، ثم ضفت هنا نص كاس ديال مايزينا أو النشا، وكيس من الكاكاو المر ما يعادل ملعقة كبيرة، وملعقة صغيرة ديال القهوة سريعة الذوبان اللي دوبتها في شوية ديال الماء. يعني كنخلط هاد العناصر مع بعض مزيان حتى كينسجموا، وغادا نزيد الدقيق. بالنسبة للدقيق احتاجيت تقريبا 550 غرام، وضفت كيس من خميرة الحلويات من فئة 8 غرام. كمية الدقيق اللي عطيتكم ممكن أقل أو أكثر حسب نوعية الدقيق. إذا كنستمر حتى كنحصل على عجين رطب ما يكونش قاصح نهائيا. واحتاجيت كذلك أبيض بيضة وجنجلة الأبيض، وهاد الطابع هذا ديال الفرفارة ممكن تستعملوا أي طابع عندكم ماشي ضروري هذا. كنشكل من العجين كويرات، الحجم كيبقى اختياري، ممكن ديروهم كبار ولا صغار، مع العلم أنهم غادي يزيدو يضاعف الحجم ديالهم في الطياب. كنمرر الكويرات ديالي في أبيض البيض ثم في الجنجلة الأبيض. الجنجلة الأبيض تقدروا أنكم تعوضوه مثلا باللوز كونكاسي أو كاوكاو كونكاسي أو الكوك، ممكن حتى اللي ما عندوش هاد الاقتراحات هادو اللي ذكرت ممكن تعوضوه بالكوك. وتنبدا نطبع الكويرات ديال العجين على هاد الشكل هذا، والطابع ضروري دوزوه كل مره في الدقيق باش ما كيلتصق لكمش في الحلوه ديالكم. وهي من الأحسن ندوزو الكويرات في أبيض البيض وفي الجنجلان، حطوهم في الطاوة وخليهم ينشفوا واحد شوية، عاد من بعد طبعوه. ومن بعد خديت هنا أنصاف ديال اللوز خضر اللي قسمتهم على جوج، كل لوزة كنقسمها على جوج، كندوزها حتى هي في أبيض البيض، وكنوضعها في الوسط ديال القطعة ديال الحلوى. إذا كملت الحلوى ديالي كاملة دخلتها للفران اللي مسخن من قبل على درجة حرارة 160، النار كتكون من الأسفل حتى كيبانوا لي بداو كيتحمروا، ومن بعد كنطفي من الأسفل وكنشعل من الفوق باش كيتحمروا من الوجه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى أنكم تجربوها وتنال إعجابكم. ما تنساوش تخليو لي لايك الفيديو وتعليق محفز، وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.